ورجعنا تاني وبنكمل احتفالنا معاكم بعيد الميلاد المجيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وكل الشعب المصري طيب وبخير. كل الشعب المصري بيحتفل، مسلم أو مسيحي، بيحتفل بكل الأعياد في على مدار السنة الحقيقة. طيب نسمع حاجة الأول. احنا نسمع حاجة اللي جاية دي بقى مميزة جدا. الترنيمة اللي جاية دي احنا الكنيسة تملي بنصليها وتملي بنرددها عشان دي من الكنيسة لمصر. تمام. من كنيستنا لمصر. احفظ بلادنا يا رب واملاها من خيرك، جايين بكل القلب ملناش رجاء غيرك. احفظ بلادنا يا رب واملاها من خيرك، جايين بكل القلب ملناش رجاء غيرك. احفظها من الحاجة ومن الفقر ومن جفاف ينابيع النار. احفظها من الإرهاب والشر، احفظ بلادنا يا رب. احفظها من الحاجة ومن الفقر ومن جفاف ينابيع النار. احفظها من الإرهاب والشر، احفظ بلادنا يا رب. مجدك يعود ليها، يشفي أراضيها، ومذبحك فيها يحفظ بلادنا يا رب. مجدك يعود ليها، يشفي أراضيها، ومذبحك فيها يحفظ بلادنا يا رب. احفظ بلادنا يا رب واملاها من خيرك، جايين بكل القلب ملناش رجاء غيرك. احفظ بيوتك في بلادنا واملك عليها يا سيدنا. احفظ بناتنا واولادنا، احفظ بلادنا يا رب. احفظ بيوتك في بلادنا واملك عليها يا سيدنا. احفظ بناتنا واولادنا، احفظ بلادنا يا رب. مجدك يعود ليها، يشفي أراضيها، ومذبحك فيها يحفظ بلادنا يا رب. مجدك يعود ليها، يشفي أراضيها، ومذبحك فيها يحفظ بلادنا يا رب. احفظ بلادنا يا رب واملاها من خيرك، جايين بكل القلب ملناش رجاء غيرك. احفظ بلادنا يا رب واملاها من خيرك، جايين بكل القلب ملناش رجاء غيرك. برافو 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 بجد. طب هل في عادات مثلا نقدر نقول اختلفت، اتغيرت من زمان لغايه دلوقتي، ولا نفس العادات؟ هو يعني كتطور طبيعي في الحياه طبعا. يمكن كان زمان عدم وجود التكنولوجيا الحديثه قوي اللي النهارده بقت واخده وقتنا كتير قوي، كان المظاهر احتفال مختلفه يعني. وكان الاماكن برضو كطبيعه مصر ما كانش فيها مثلا الحاجات المولات والحاجات اللي بنشوفها دلوقتي، فكان الولاد تملي مع الزيارات الاسريه كان ليها وضع
قوي. قوي جدا. انا ملاحظ بقى ان ابتدت تضعف الايام دي كتير. يعني الولاد الصغيرين او الشباب اللي كانوا بيتجمعوا في بيت العيله مش عارف ايه، حاسس ان ابتدت تقل شويه مع وجود ميديا متطوره، مع وجود اماكن كتيره. طبعا ده بتتطور وده تطور طبيعي ما نقدرش نوقفه، لكن محتاجين ترجع روح بيت العيله بتاع زمان. طبعا محتاجين فعلا ان يكون في بيت بيجمع الناس يوم العيد. يمكن اي عيد، كل الاعياد، اي عيد طبعا، اي عيد اعياد. لا الاجانب برضو في يعني كنا زمان بيوتنا مفتوحه، بيوت المسيحيين والمسلمين مفتوحه في الاعياد، بنعيد هنا وبنعيد هنا، بنعيد رمضان وبنعيد عيد الميلاد. للاسف في بعض الناس ابتدت الموضوع ده يقل شويه. واحنا محتاجين نعيد روح المواطنه، ان احنا واحد، ان اعيادنا واحده، احنا بنقدم تهنئه هنا وبنقدم تهنئه هنا، بنزور بعض في المناسبات، بنزور بعض في الاعياد. محتاجين ان الروح دي ترجع تاني. هي ابتدت تقل لكن ما انعدمتش او ما اضمحلتش، بس ابتدت تقل بشكل قوي. محتاجين فعلا احنا ككبار واحنا نعلم ولادنا بقى ان الاعياد دي هي التقاء للاسر، اوقات فيها بنتبادل التهاني مع اخواتنا المسلمين، مع اخواتنا المسيحيين، بغض النظر مين. لازم نقول كل سنه وحضرتك طيب، ونقعد ونبتدي يبقى في كلام. النهارده بتلاقي الناس قاعده كل واحد ماسك الموبايل بتاعه، لغه الكوميونيكيشن التواصل دي بقتش موجوده. حتى الموجودين في بيت واحد كل واحد منعزل جوه الشاشه الزجاجيه، ما بيتكلمش ما بيتحاورش. ما كانش الكلام ده زمان. كنا زمان بنقعد ونضحك ونهرج ونتكلم مع بعض، مش عمالين عمالين ماسكين الموبايل باصين قدامنا كده. للاسف التكنولوجيا او الميديا خدت مننا حاجه كبيره جدا من الاعياد. طيب نسمع حاجه تانية بقى يعني. بشرى لنا ولد المسيح إلهنا، يا ناس افرحوا جاء يسوع، جاء يسوع من السماء، من السماء جه أرضنا، بقى زينا، بقى زينا، وساب الغنى، ساب الغنى، ولد المسيح بشرى لنا، بشرى لنا، ولد المسيح إلهنا، بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا، ولد المسيح إلهنا، جينا سوا نار الحبيب، نار الحبيب، حبيبنا، حبيبنا، نهدي له قلوبنا، قلوبنا، حياتنا، حياتنا، ولد المسيح بشرى لنا، بشرى لنا،
برافو 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 برافو. طيب يعني هل الترانيم بتفرق مثلا من يعني اختيار الترانيم في اعياد معينه مثلا بتبقى، او يعني نوعيه الترانيم بتبقى ازاي؟ لان انا بسمع طبعا في اختلاف كبير في يمكن انا اسيب الاستاذ عماد يجاوب على السؤال ده. طيب. استاذ عماد الاوركسترا بتاعنا، القائد بتاعنا، يا ريت استاذ عماد يدينا اجابه مفيده. السؤال الترانيم هل بتختلف؟ يعني الترانيم في الكنيسه مثلا، نوعيات الترانيم اللي بتتلعب في الكنيسه، هل في الكنيسه انا بسمع، طبعا انا ما عنديش خبره بس بسمع ترانيم مختلفه، الحان مختلفه يعني للترانيم، هل كل مناسبه ليها ترانيم مخصوصه يعني؟ بالظبط كده، هو كل مناسبه بيبقى ليها ترانيم خاصه بيها. يعني في ثراء في الترانيم بحيث ان احنا لو في عيد الميلاد بنرنم الترانيم الخاصه بالمناسبه دي، الالحان الفرايحي اللي تعبر عن العيد. في حاجات مشهوره جدا للاحتفال ده، منها مثلا ترانيم لفيروز المغنيه العظيمه، يعني تلج ليله عيد، ودي هنقولها بعد شويه. فكل مناسبه ليها الترانيم الخاصه بيها اللي بتعبر عن المناسبه وبتحسس اللي بيسمعها بقيمه المناسبه ومعناها. هل الترانيم دي بتتلعب في الكنيسه كمان؟ طبعا، بس مش في القداس. يعني القداس كصلاه هو صلاه صرف. الترانيم اللي بتتلعب في الصلاه بقى، اللي بيتقال في الصلاه هي الحان قبطيه، وممكن تبقى مترجمه عربي، لكن دي الحان القداس، ترانيم القداس بس، لكن غير ترانيم المناسبات. يعني ترانيم القداس تختلف عن ترانيم المناسبات. بالظبط كده، القداس صلاه خاصه والترانيم صلاه بنوع مختلف بشكل مختلف. تمام. طيب احنا للاسف طبعا الوقت جري، بس عايزين نسمع ترنيمه لفيروز، او يعني اللي هتختاروه ليله عيد. اوكي. انا في الاول بشكركم جدا على وجودكم معايا، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل الشعب المصري طيب وبخير. واحنا النهارده كنا بنحتفل معاكم بعيد الميلاد المجيد، كل سنه وانتم طيبين. ومش هختم بقى، هم اللي هيختموا باخر اغنيه ليهم. ليله عيد يا ريت. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، صوت ولاد ثياب جداد وبكرة الحب جديد. عم يتلاقوا الأصحاب بهدية خلف الباب، في شجرة بالدار ويدور ولاد صغار، والشجرة صارت عيد والعيد صور بإيد، والإيد تعلق عالشجرة غنية وعناقيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، صوت ولاد ثياب جداد وبكرة الحب جديد.